السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم أخبار المميزة. عاجل: وفاة النجم الإيطالي الأسطورة المهاجم الإيطالي السابق جانلوكا فيالي بعد صراعه مع السرطان. وفاة مهاجم إيطاليا السابق جانلوكا فيالي. توفي يوم الجمعة النجم الإيطالي السابق جانلوكا فيالي أسطورة تشيلسي ويوفنتوس من عمر ناهز 58 عاما بعد صراع مع المرض السرطان. وتم تشخيص فيالي بالمرض في عام 2017 ليخوض معركة ضد السرطان لمدة 5 أعوام قبل رحيله اليوم الجمعة، بعد أن استمتع بمسيرة رائعة مع سامبدوريا ويوفنتوس تشيلسي، وخاض 59 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي. وعمل فيالي مساعدا للمدرب روبرتو مانشيني في تدريب منتخب إيطاليا، وحصل الإيطالي على البطولة كأس الأمم الأوروبا في عام 2020، لكن للأسف عاد المرض له بعد عام، وفي شهر الماضي اضطر للتخلي عن دوره مع المنتخب الإيطالي بحسب ما نشر موقع يوم السابع الرياضي. وقضى اللاعب كرة القدم السابق معظم مسيرته المهنية في سامبدوريا، وسجل 141 هدفا في 327 مباراة على مدار 8 مواسم، مما ساعدهم على تحقيق لقب الدوري الإيطالي و3 كؤوس إيطالية وكأس الاتحاد الأوروبي. سامبدوريا وكان النادي الثاني لفيالي بعد كريمونيسيس الذي تركه في 1984 بعد 25 هدفا في 113 مباراة، وكان الفريق فيالي الثالث هو يوفنتوس بعد أن انضم إليه في عام 1992. سجل المهاجم السابق 53 هدفا في 145 مباراة مع بيانكونيري، بينما فاز بلقب واحد وكأس إيطالي واحد وكأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا. ثم وقع فيالي مع تشيلسي في عام 1996 وسجل 40 هدفا في 88 مباراة، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ظهر لمرة أخيرة في عام 1999، ولكنه استمر إدارة تشيلسي بعد أن أصبح لاعبا مدينا في العام السابق. درب فيالي تشيلسي لمدة عام 2000، ثم انتقل لتدريب أوتفورد لتكون محطتين تدريبية في مسيرته كمدير فني. إنا لله وإنا إليه راجعون.